لو انت زهقان ومش ليك نفس تكلم حد ولا تشوف حد وعايز تتقوقع وفي نفس الوقت عايز تتسلى جوه القوقعة دي وتنسى دنيتك وتخرج من مودك، هقولك شوية أفلام ينسوك دنيتك. ولو انت من الناس اللي بتتبسط وتطير وعينيها تبرق كده أول ما تشوف على الفيلم فوق مكتوب 13 بلس أو 10 بلس، أنا بقى كمان هجيب لك ال 7 بلس. وده مش معناه انها افلام هايفه وعبيطه هنقضي بيها وقتنا، لا، دي افلام عميقه جدا، في منها افلام عميقه جدا، ودي الافلام اللي انا هقول لك عليها. يلا تابع معايا عشان اقول لك احلى الافلام اللي موجوده في الفئه دي. ومن اول الافلام اللي انا هرشحها لك فيلم اسمه دوج جان، بمعناه اللي هو ضياع الكلب، او لو حبينا نترجمها الترجمه الحرفيه ذهاب الكلب. وعنوان الفيلم ظلمه جدا جدا جدا، لانك هتفتكر انه عن كلب بقى وضياعه، وطبعا القصه دي اتحكت كتيره جدا، بس الفيلم اعمق من كده بكتير جدا جدا. الفيلم بيتناول بطريقه جميله جدا وخفيفه من غير دراما تنكد علينا، احنا مش ناقصين اصلا. بيتناول العلاقات الاسريه وبالذات علاقه الاب والام بولادهم. ولو بقالك كتير ما شفتش علاقات أسرية طبيعية، أو حتى مش فاهم يعني إيه علاقة أسرية طبيعية، يعني إيه علاقة طبيعية بين الأب وولاده أو بين الأم وولادها، ونفسك تشوف حاجة زي كده وتفهمها، هرشح لك الفيلم ده. الفيلم ده راقي جدا 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 جدا، وبيتوغل بعمق في نوعية العلاقات دي، وبيناقش نقطة مهمة جدا معظمنا بيفتقدها أو مش بيطبقها في حياته، وهي ان احنا نتقبل ولادنا بكل ما فيهم، بالوحش بتاعهم قبل الحلو بتاعهم، ونتعامل معاهم ان هم ولادنا وبس، من غير ما نرسم لهم اطار مثلا معين احنا نفسنا نشوفهم فيه، او مثلا نعمل عليهم اسقاط بحاجات احنا معرفناش نحققها في حياتنا، فبالتالي بنطالبهم ان هم يحققوا الحاجات دي بما يسمى الحب المشروط. واقدر اصنفها لنوعين: نوع مقصود ونوع غير مقصود. النوع المقصود ده اللي هي الطريقة النرجسية، اللي هو بيبقى حبه لولاده مشروط، وبيتعامل معاهم بطريقة معينة، لو ما مشيش جوه الإطار ده بيطلع أنيابه بقى وكل أسلحته ويبقوا لعياله ولا عايزين يعرفهم. والنوع التاني اللي بيتعامل بطريقة غير مقصودة وقابلة للتعديل، وده إنسان اللي بيراجع نفسه، مش عايز يسقط رغباته على ولاده. وطبعا الناس اللي هي بالطريقة دي أو اللي بتفكر بالطريقة اللي هي بتراجع نفسها، وحتى لو مثلا لو غلطت او اسقطت جزء من مشاكلها الداخليه او النفسيه او السابقه على اولادها، الناس اللي زي دي بيبقى وعيها عالي، وممكن يبقى عندهم نوع من الوعي العالي جدا اللي هو بيسمى اللي هو بيتسمى دلوقتي ميتا كوجنيشن. الميتا كوجنيشن ده اللي هو ان انا بفكر في افكاري، او ان انا براجع افكاري وعارف انا بفكر كده ليه، وعارف انا اتعاملت بالطريقه دي ليه او اتصرفت بالطريقة دي ليه، وبراجع نفسي وبعالج المشكلة دي. فطبعا ده وعي عالي جدا، مش موجود إلا عند قلة، القلة اللي هي زي ما قلت اللي هي بتلوم نفسها وتراجع نفسها، ودي الناس الطبيعية اللي هي النفس اللوامة اللي ذكرت في القرآن يعني. والشخصية دي برضو بيبقى بتتمتع بذكاء عاطفي عالي جدا. كل الحاجات دي بقى هتلاقوها موجودة في الفيلم ده، سواء في الأب والأم، طريقة تفكيرهم وطريقة مراجعتهم لنفسهم وطريقة تعاملهم مع ابنهم. احنا هنشوف الحاجات الجميلة دي كلها في الفيلم ده، والحاجات دي كلها لازم تبقى موجودة في أي راجل او ست او بنت او ولد بيفكروا ان هم يتجوزوا وعايزين يخلفوا. لو انت او انتي مش موجود جواكي المعايير اللي انا بتكلم عليها دي، او عايزه تعرفي المفروض تتعاملي ازاي مع ولادك، او ازاي تتعامل مع ابنك اللي انت عايز تجيبه، اتفرج على الفيلم ده وشوف الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي. لو هي مش موجوده جواك او مش موجوده جواكي، يا ريت ما تخلفوش الا اما تظبطوا نفسكم كده وتظبطوا اللي جواكم عشان تعرفوا تتعاملوا مع اولادكم، لان للاسف الناس بتتجوز وخلاص وفاكره انها بتجيب عيال وخلاص وبتربيهم وخلاص. لا، هي مفيش اي حاجه خلاص في الموضوع معقد جدا. مسؤوليه ان انت تجيب طفل، ده مسؤوليه كبيره جدا وليها ابعاد كبيره جدا. لو انت مش على وعي بالابعاد دي، يا ريت تتفرج على الفيلم. اتمنى لكم مشاهده سعيده للفيلم. وهو الفيلم طبعا موجود على نتفليكس. الفيلم حسيته فعلا ان هو زي ما انا بتكلم. يا ريت تشاركوني بارائكم عن الفيلم، ومشاهده سعيده ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.